النهاردة هنعمل بيتزا بعجينة البيجا الإيطالية. مفيهاش مكونات خالص، غير دقيق وخميرة وسكر وبس مية. بس كده. هنربي الخميرة. عندنا كيلو دقيق، هنربي الخميرة. نص كوباية مية، معلقتين سكر صغيرين، كيس الخميرة، ومعلقة بيكنج باودر. دي مني أنا، الإضافة بتاعتي. مجرد ما بحطهم مع بعض البيكنج باودر بيرفع الخميرة على طول، بيخليها تحفة. المهم، كيلو دقيق هنحط هنرشرش عليه المية، احنا مش هنعجن، احنا هنلم الدقيق بس. اشوفوا الخميرة بقت جميلة ازاي، مخدتش وقت خالص. هجيب بقى الدقيق وارشكش نص كوباية مية دلوقتي، ونص كوباية مية تاني بالخميرة، بس كده. وهبدأ ألم الدقيق. أنا مش هعجن، أنا هعمل عجينة يابسة قوي كمان. هو ده السر بتاعت البيتزا الإيطالية، إن هي بتتخمر وهي لسه ما اتعجنتش، وهي لسه دقيق يعتبر. أنا ما حطيتش دقيق، أنا ما حطيتش ملح. خدوا بالكم، الملح بيموت الخميرة، وعشان كده احنا بنحط الملح بعد ما العجين بيخمر. ده شيف إيطالي قال المعلومة الجميلة دي على فكرة. بصوا، أنا عمالة ألم في الدقيق، دقيق مفرفت كده، عجينة يابسة جدا. بسيبها بقى تخمر بقى براحتها 3 ساعات مثلا على الأقل. احنا كنا في الصيف وانا كنت مستعجلة، لكن في الشتاء سيبيها براحتها خالص، نحطها في التلاجة وتاني يوم الصبح اعمليها. كل ما بتقعد، كل ما الخميرة بتشتغل أفضل، كل ما بيبقى العجين خفيف على المعدة، خاصة المعجنات بتتعب المعدة. فكل ما تخمر كل ما تبقى النتيجة أفضل. شوفوا، أنا بس كل اللي عملته إن أنا لميت شوية الدقيق بشوية المية اللي كانوا معايا، أحطها بقى تخمر في علبة وأغطيها وأسيبها بقى ال3 ساعات اللي احنا اتفقنا عليهم براحتها خالص. أنا سبتها بره التلاجة عشان كنت مستعجلة. بصوا، رفعت خالص ازاي، هي العجينة اشتغلت. شوفوا الجمال. جبت بقى نص كوباية مية، حطيت عليها معلقة ملح كبيرة. دلوقتي الملح بقى مهم للعجينة. بصوا، هقلب الملح في المية، وهبدأ أضيفها للعجين وعجنه. هرشرش ولم العجينة. كل ما تشرب شوية المية أروح حاطة غيرهم، وأبدأ أفتمها كويس. السر في الطريقة ديت إن هي ما فيهاش تكاليف قد ما فيها خدمة للطريقة، خدمة العجينة. إن أنا أعجنها كويس، إن أنا أديها حقها في كل حاجة، التخمير في العجين. أنا ما حطيتش ولا زبادي ولا حطيت لبن ولا حطيت حتى خل ولا بيض ولا أي من التكاسات اللي هما بيقولوها. هي حرفيا دقيق ومية وبس. بس إزاي أجمعهم مع بعض وإزاي أطلع منهم لقمة حلوة؟ حطيت بقية المية، كل ما بتشرب أضيف عليها المية وأشربها تاني. بس هحطها بقى دلوقتي على الرخامة بقى وهديها، مش هرحمها. أنا بيساعدني تواجدي معاكوا أوي. يا ريت كمان أحس بيكم انتوا كمان إن انتوا سعداء بيا، وده بالتعليق الجميل منكوا واللايك والشير وتعملوا لي متابعة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا مني كل جديد. ما شاء الله. شوفوا العجينة هتبدأ تتحول في إيدي، هتبدأ تتغير حتى ملامح العجينة. هي طبعا بتلزق جدا. هي عامة بتبقى نسبة المية للدقيق 60%. بس أهم حاجة بقى إن أنا أشرب المية ديت للعجين. بصوا، هي طبعا أنا ما عملتهاش في العلبة، فطلعتها بقى على الرخامة واديتها بقى عجنة محترمة. كل ما تعجنيها وتخدميها وتديها حقها في العجين، كل ما تبدأ تمط معاكي، تبقى في إيدك زي الملبن طيعة، تفرجيها تلميها وتخمر. شوفوا، ما شاء الله، بتلزق جامد. بس انتوا هتشوفوا دلوقتي، مجرد بقى ما هنحط عليها
معلقتين زيت زيتون بس. خليكم معايا كده هتشوفوا الدنيا هتتغير ازاي. اهي بتلزق جامد اهو. معلقتين زيت الزيتون هيحولوا الدنيا خالص، هيظبطوها ويلموها وينعموها كمان. بصوا الجمال. هشربها بقى شوية الزيت دول. شوية الزيت دول بيطعموها قوي ويخلوا طعمها كده. زيت الزيتون عامة بيخلي الحاجة ريقها حلو، حرفيا بتبقى لقمة حلوة. بدأت تلم في ايدي هي، شفتوا التلزيقة راحت، العجينة بقت طيعة. هسيبها بقى تخمر، ترجعها تاني العلبة وادي وشها بالزيت عشان خاطر ما ينشفش، واغطيها واسيبها كمان نص ساعة. هجيبها بقى، شوفوا بعد النص ساعة، شوفوا العجينة ما شاء الله بقت زي الأستك، زي الملبن، يعني تتاكل حيف. جميلة جميلة. في ايدي بتتحرك ازاي. وهبدأ تاني ألفها حوالين بعضها وادهن وشها برضو زيت زيتون وأغطي العلبة واسيبها كمان نص ساعة. بس كده اهو. بأقل الإمكانيات تعملي أحلى بيتزا. معلقتين صلصة، معلقة سكر، معلقة ملح صغيرة، وشوية خل، ونحط بصل بودر وتوم بودر، معلقتين زيت زيتون، أحطها على النار. شفتوا؟ لا نسيت الزعتر ده. الزعتر ده بصوا فريش، يعني طحنته قدامكم كانت ريحته روعة. حطيته بقى، حطيته على البوتاجاز يا دوبك بس بقلب المكونات في بعضها لأن هي كده كده الصلصة متسبكة. بس صلصة حمرا عشان في مفاجأة بعد كده. جبت الصاج، دهنته زيت زيتون ورشيته وشوية سميد بسبوسة عشان خاطر تبقى مخرفشة كده من تحت. وابدأ أقسم العجين، اخد نصيب الصاج وافرده. شوفوا بيتفرد معايا ما بيلمش ازاي. بصوا بيتفرد ازاي. شوفوا. غطى الصاج. هبدأ ان انا احرم العجينة عشان خاطر ما تعلاش مني. اظبطها وابدأ احط الصلصة الحمراء. هغطي وش العجينة خالص بالصلصة الحمراء. تمام. كل ما احط طبقة احط تاني عشان خاطر تبقى تديني كده طعم حلو. الزعتر هيخلي طعمها مع زيت الزيتون روعة. والله هم فعلا هم ما بيحطوش اي اضافات، يعني افتكاسات ولا اي حاجات غالية ولا اي تكاليف ولا اي حاجة. ابسط امور، ابسط حاجة بيعملوها الايطاليين. والتوبينج بتاعنا العادي جدا البيزك، فلفل وطماطم وسجق زي ما يكون عندك موتزاريلا بس. واحطها في الفرن. اجيب الصينية التانية، زيت زيتون ورشة سميد بسبوسة، وابدأ افرد العجينة برضو في الصينية. بصوا انا بفرد ازاي من جوه لبره. تمام. الحرف انا هدهنه زيت زيتون عشان خاطر عايزاه يحمر، لاني انا مش هدهنه صلصة. انا هحط جبنة. هحرمها الاول، هحرم العجينة عشان ما تعلاش. تمام. وهحط جبنة كريمي، هدهنه جبنة كريمي. بس كده. جبنة كريمي، كريمة لباني، بتدي الدنيا طعم تاني خالص خالص خالص. هدهن وشها كله وابدأ احط التوبينج العادي تماما تماما. يساعدني تواجدكم معايا. يا ريت ما تنسينيش بالتعليق الجميل. وابدأ احط التوبينج العادي، توبينج بسيط خالص خالص خالص.
بأقل الإمكانيات تعملي أحلى بيتزا وبدون تكاليف، وأحلى من بيتزا هات وأحلى من أي مكان ممكن تاكلي فيه. شوف الجمال، تحفة وبسيطة جدا جدا جدا. تمام، بتتكلم عن نفسها حرفيا، والطعم روعة. توبينج عادي تماما خالص، أحطها في الفرن، وألف هنا على قلوبكم. سعيدة بيكم.